بجد والله ده مش اول حوار اناقشه مع حد يجي يقول لي العربيه مخنوقه وبتستهلك بنزين، رحت لكذا فني غير البوجيهات وغير المباين. مال البوجيهات ومال المباين بالعربيه بتاكل بنزين والعربيه سحبها وحش؟ بص يا سيدي، عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، لو سمعت الجملتين دول من اي حد اخلع لانه مش فاهم. لو العربيه كانت مكتومه منك، اول بند تراجع عليه هو علبه البيئه. لو العربيه بتستهلك وقود، تعمل تيست على كل السنسورز الحيوي اللي بيأثر على استهلاك الوقود، زي الماب والتي بي اس والشكمان، وكمان الرشاشه بتاعت العربيه، وكمان ضغط ترمبه البنزين. ومهم جدا ان انت تراجع ضغط ترمبه البنزين عن طريق العداد، مش بصباع الفني ان هو يحط صباعه ويشوف العربيه ضغطها حلو ولا لا. الكلام ده هري والكلام ده مش مظبوط. لو كانت شكوتك العربيه سحبها وحش، هستأذنك اول حاجه تخطر في بالك هي علبه البيئه. تراجع علبه البيئه بتاعت العربيه تشوفها مكتومه ولا لا. ومش شرط على فكره لما تيجي تفحص علبه البيئه بص عليها بالكاميرا من مكان حساس الشكمان وبص عليها من ورا، ممكن تبقى سليمه وفي نفس الوقت فيها مشكله. طب ازاي؟ ساعات بتتسد من النص، فخد بالك من النقطه دي، علشان شرط اساسي من اول شكوى العميل. لما تكون شكوى العميل العربيه سحبها وحش، اول بند يخطر في بالك هو علبه البيئه. ولو اخر 100,000 كيلو متر علبه البيئه ما اتنضفتش، ولو هي عربيه كوري، يفضل ان انت تنظف علبه البيئه من بعد ال 100,000، وتنظف بعد كده كل 60,000 كيلو متر. خليك فاكر انا نصحتك وانت براحتك.